الناس اللي بتدخل في موضوع عشان تحل مشكلة بين طرفين أحيانا بيتخيلوا إنهم لما يغلطوا الاتنين وخلاص بيفتكروا إنهم كده بيهدوا النفوس، لكن هم للأسف بسهولة جدا ممكن يكونوا غير منصفين، ولو اتلم الموضوع وخلص فبيكون اتقفل بضغوط. عشان كده مش أي حد مؤهل إنه يتدخل لحلول بين طرفين، لازم يكون شخص مستوعب معاني الإنصاف ومستوعب لفكرة إن في فعل وفي رد فعل، الاتنين ما يتساووش ببعض، وفي أطر لردود الفعل تحت مركزية وقوانين الله سبحانه وتعالى مش بيتحكم فيها أهواؤه أو أهوائهم. لازم يكون ملم بالموضوع وبالأبعاد النفسية وبتأثير النصيحة ووقتها، وتتقال إمتى وتتقال لمين ومناسبة ولا لأ. وقبل كل ده إن يكون متوفر عنده القدرة إنه يعرف يحط نفسه مكان الطرفين، ودي مسؤولية مش سهلة. والحاجة المهمة قوي وإحنا بننصح، مش بننصح بناء على قدراتنا أو تجاربنا الشخصية وتصرفت إزاي وبنوجه بمزاجنا وأهوائنا، بننصح في العموم بالنصح اللي يتناسب مع مختلف القدرات. يعني لو حد مثلا اتظلم بشكل ما فالنصيحة ما تختزلش في العفو أو الصبر، لازم تذكر النصيحة لو الشخص عايز ياخد حقه ولسه ما وصلش لمرحلة العفو، فياخده ازاي بما يرضي الله من غير ما نفرض عليه الصبر والعفو. فما ينفعش نفرض على صاحب رد الفعل التعامل بالإحسان والمثالية لو غير مؤهل لده، لكن نلتزم ونوصي إن الحد الأدنى يكون العدل والحق في رد الفعل. ربنا لما أمرنا نوصي بعضنا قال لنا في القرآن: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق قبل الصبر، لأن الكل مش مؤهل للصبر الجميل اللي ما يتحولش لضغط وقهر، فوقتها نسعى للحق والمجاهدة لتحقيقه عشان النفوس ما يسيطرش عليها الغضب والغل والانتقام. النصيحة مسؤولية، والتعامل مع النفوس البشرية والسعي لإصلاحها أو الإصلاح بين النفوس وبعض محتاج بصيرة ومحتاج حكمة. قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يريد عايد على الطرفين المتخاصمين أو على المصلح والأطراف المتخاصمة. فكرة إن كل الأطراف تتوفر عندهم إرادة الصلح فده محتاج معطيات سليمة ومرجعية وفهم وإلمام بمعاني كتير، وقتها بيحصل التوفيق لأنسب قرار. دمتم بخير.